شفتي الواد صارم وحازم ازاي؟ كان ناقص يقول لي خليك في كوزك لما نعوزك. يلا يا حبايبي يلا ننام عشان عندنا مدرسة الصبح، والكرتون ده هيتعاد تاني الصبح. وبعدين احنا شفنا الكرتون ده يجي 50 مرة قبل كده. ولا عبرك، مش قلت لك عيال جحده؟ ده كويس ان هم سايبيننا نعيش معاهم في البيت. طب الفيلم طويل واحنا كده هنسهر. ما تسيطري، ما انت طول عمرك مسيطره، فالحق بس تسيطري عليا انا. ما انا بسيطر في كل حاجة الا الكرتون. وبعدين انا قلت لك 100 مرة هات لي شاشة في الأوضة عشان نبقى براحتنا. شاشه ايه؟ كفايه فلوس، كفايه مصاريف. انت فاكره جوزك ده ايه؟ مكنه ATM؟ اقعدي ساكته بقى، خلينا قاعدين يمكن نصعب عليهم ويخشوا يناموا ويسيبونا نتفرج على التلفزيون. انجي اتأخرت قوي وانا كابس عليا النوم. لا 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 لسه شويه يا حبيبتي، ما تعملي لي نسكافيه. حاضر يا عادل. عارف لو طلبت مني الطلب ده الصبح كنت قلت لك اعمله انت، بس انا عايزه اقوم عشان اصحصح كده شويه. بس بقول لك ايه، خلي بالك. حاضر. انت ايه بس اللي صحاكي يا دريه؟ ما احنا ما صدقنا يعني ان احنا نقعد في هدوء. حاسبي انت حاسبي النسكافيه، حاسبي يخرب بيتك يا خبر اسود كده يا دريه. انت هتعمل لنا مناحه زوزو دلوقتي. تعمل ايه بس يا ربي؟ هنسوح ايه ده؟ كده برضو يا عادل؟ ده لقيت النسكافيه وبوظت لي اللابتوب. والله ما انا، دي دريه هي اللي زقت النسكافيه وقعته. يا سلام، وعايزني اصدق الكلام ده؟ انت كل حاجه بتاعتي لازم تبوظها لي كده؟ مش انا هي دريه. اعمل ما ايه؟ دريه قاعده في مكانها اهو ساكته. يا حبيبي لما تحب تكذب ابقى ظبط الكذبه. يا دريه يا بنت الكلب. بص بقى، انت هتصلح لي اللابتوب ده وعلى حسابك، ومش هتاخد من مصروف البيت ولا مليم. كده هصلحه على حسابي؟ مادام كده بقى يبقى الصباح رباح يا حبيبتي. متأكدة إن هم ناموا ولا هنلاقيهم صحيوا نطوا جنبنا زي كل مرة؟ لا ناموا وراحوا 7 نومة ومش هيصحوا إلا بكرة. حلو قوي. هنتفرج على بريف هارت ولا إيه؟ لا فكك بقى من بريف هارت، تعالي نجرب الجهاز الجديد بتاع الواد مدحت، بيقول بيجيب أفلام رومانسية جديدة أول بأول. ماشي يلا. إيه إحنا هنفضل مستنيين كده كتير؟ يا حبيبتي لا، جهاز جديد ولازم يطبق على الشاشة الأول. يطبق إيه؟ هو نضارة؟ وبعدين جهاز جديد يعني لازم يفتح بسرعة. الصبر هيفتح دلوقتي، اصبري. اهو فتح اهو. ايه هو الجهاز ما بيجيبش غير الوان ولا ايه؟ ما قلنا الصبر. ايه ده؟ دي درافيل بتلعب كرة؟ ضيعت فلوسنا في الارض يا مصطفى. اصل احنا بنلاقي الفلوس دي في الشارع عادي. خلاص شغلنا بريف هارت. ولا بريف هارت ولا اي حاجه، انا خلاص قفلت من اليوم ده اصلا. حاجه بجد خلاص. هو اصله نصيب مش مكتوبه لنا. مش هنا كده في المدرسه. ها بقول لك ايه، روحي سخني العربيه عبال ما اجيلك، مش عايز فزلكه وتقولي لي هطلع لك العربيه. ماشي؟ لا انا هاخدها لفه بس عشان تسخن كويس. يلا يا ولاد. لفه ده ايه؟ هو ايه اللي لفه؟ هي عجله؟ بقول لك يا ربيع. ايوه مصطفى بيه. عايزك تروح تجيب لي الواد مدحت ده من قفاه، ده نهاره اسود معايا، وانت كمان نهارك اسود معايا، مش انت اللي جايبه؟ انا ما عملتش حاجه، وبعدين هو عمل لك ايه؟ انا مصطفى بيه. انت مالك؟ انت عمل لي ايه؟ انا عايزك اول ما تشوفني راجع من الشغل تقول له مصطفى بيه عايزك في مصلحه حلوه قوي 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 قوي. ده انت تؤمر يا مصطفى بيه. طب انا يعني مفيش حاجه عليا كده في المصلحه دي؟ انت جاي في اي مصيبه يعني؟ يعني لا بس كده من عينيا الاتنين، ان شاء الله المصلحه تنزل تدب على دماغك انت كمان، بس كده من عينيا. ماشي يا قايره. بقول لك يا ربيع قوم فين؟ ايوه يا شريف بيه. انا رايح افطر واجي ارجع الاقيك جايب لي مدحت من تحت تقطيع الارض، انت فاهم؟ ليه هو زعلك في حاجه؟ انت مالك انت؟ واول ما تجيبه هتقول له ان انا عايزه. هقول له ان انت عايزه في حوار علشان ما يشكش. اوبا بقى، ده احنا ابتدينا نفهم اهو ما شاء الله. اقعد بقى. ماشي. بقول لك ايه يا ربيع، قوم فين؟ ايوه عادل بيه، انت عايز مدحت. الله، وعرفت منين؟ عيب عليك، ده انا حدق قوي وناصح قوي وافهمها وهي طايره. انا هروح اجيبه لك متكتف هنا وننزل فيه ضرب كلنا كده. بوظه خالص.
بتكتف ايه يا متخلف؟ روح قول له عادل بيه عايزك ضروري عشان تشوف اللابتوب بتاع زوزو، في مشكله كبيره. ايوه انا كده فهمت. احنا هنقول له الكلمتين دول نجرجروا بيهم نطلعه فوق، قال ده انا بقى للاستاذ مصطفى والاستاذ شريف وننزل فيه ضرب كلنا فوق لغايه لما نطلع عينه بقى كده فوق ضرب. ما تخلينيش اتغابى عليك على الصبح. روح قول له الكلمتين دول خليه يجي بسرعه. ماشي. انا كده مش فاهم، يعني انا اروح اجيبه دلوقتي علشان الاستاذ عادل، ولا كمان شويه علشان الاستاذ شريف، ولا على العصريه عشان الاستاذ مصطفى؟ انا اقعد اشرب الشاي وبعد كده ابقى افكر براحتي. ماشي القاهره. ما فتحش المحل طول اليوم، سالت عليه كل المحلات اللي جنبه لحد لما عرفت عنوان بيته. رحت خبطت عليه الباب ما فتحش، سالت الجيران كلهم لغايه لما قالوا لي ان هو جري زي المجنون على السلم وكان معاه شنطه هدومه. طب وده معناته ايه بقى الكلام ده؟ مش محتاجه تفسير يا حبيبي، احنا اتنصب علينا يا جماعه. انتوا دفعتوا فلوس كتير؟ لا مش ناقصه هي الكلام ده ولا التلميحات ولا النظرات دي. مش مسابقه هي مين اللي هيتنصب عليه بفلوس اقل يوم يطلع هو الكسبان. بلا وكسه. دافع فلوس كتير كتير قوي يا استاذ عادل، والكوينز كلها طلعت في الشنك. وانا وانت يا عم عادل من ضحايا الراوتر بتاعه ده، غير ان انا لبست الجهاز الزياده اللي بيسرق القنوات دوت. انا قلت من الاول ان الجهاز ده حرام حرام. الحمد لله انا ما جربتش الراوتر اللي اشتريته منه. قال وانا باعت له ربيع الصبح يقول له تعالى صلح اللابتوب، مش بعيد كان خده وباعه لواحد تاني. طب وبعدين؟ هنسكت له على اللي هو عمله فينا ده؟ يعوض علينا ربنا. لا ما تقولوش كده يا بهوات، الموضوع ده خلاص بتاعي. مدحت ده انا مش هنام ولا يهدالي بال غير لما اجيبه لكم في شوال هنا وننزل فيه علقه كلنا. انا اصلا وصيت البواب بتاع العماره بتاعته لو شافه يتصل بيا على طول. انا ليا معاه طار شطرنج مش هسيبه. طب الحمد لله، اطمنوا يا جماعه، ملف مدحت بقى في ايد المقدم ربيع خلاص، اطمنوا. يعني زي ما انت قلت يا استاذ عادل، يعوض علينا ربنا. صباح يا ربح. صباح مين يا بجحتك يا نصاب؟ انت جايب رجلك هنا عادي؟ ده انت ليلتك سودا، ده انت هتشوف ضرب خطه طوره مع حرامي. انت عبيط؟ انا لما بلبى حاجه على الصبح ولا حكايتك ايه بالظبط؟ نصاب مين وحرامي مين؟ ما تظبط كده الكلام. بقول لك ايه؟ سيب القميص يا ربيع. مش سايب. بقول لك سيب القميص. بقول لك مش سايب. طب اديها لحد كبير اكلمه. اديها لك حد كبير. اكبر تعالوا اكبر، انت هتتسلخ النهارده. عليا النعمه يا جدعان، ما انا نصاب والنبي ده منظر نصاب. بعدين النصاب بيبقى خطر كده، لكن انا طيب وقلبي لبن عصير. عصير ايه؟ زبادي خلاط. هو فين الراجل اللي نصب على جوزي؟ لو سمحتوا يا جماعه من فضلكم، ما اتفقناش ان الحريم يتدخلوا في كلام الرجاله. بعدين انا قلت ان انا مش نصاب. ولما انت مش نصاب الكوينز بتاعت الفيفا الفشنك دي طلعت ايه؟ عملت لي كارثه مع مراتي، اتفضل حلها بقى. دي بقى مش غلطتي. الموقع اللي انا اتعاملت معاه ده طلع في الشنك. بعدين انا مش بشم على ظهر ايدي، وعشان ما اظلمش حد هنقسم الخساره بيني وبينك. لا مفيش انصاص، ام سوري، انت اللي غلطان وانت اللي هتشيلها لوحدك. والجهاز اللي انت نصبت عليا فيه وقلت لي هيجيب الافلام قبلها باسبوع، طلع بيجيب ضرافيل بتعوم في الميه وبتلعب كوره.